السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على قناتكم قصص الرعب. نرجو من المستمع الكريم ألا يتفرج على هذا المقطع في منتصف الليل أو وحده في غرفته. عيشة مولاة المرجة أو الكونتيسا، تحريف للقب السيدة النبيلة الكونتيسا، سيدة المستنقعات، أو لالا عيشة، أو عيشة السودانية، أو عيشة القناوية. جنية في الفولكلور الشعبي المغربي. تعتبر عيشة قنديشة من أكثر شخصيات الجن شعبية في التراث الشعبي المغربي، حيث تتناولها الأغنية الشعبية، ويزعم أنه حتى مجرد النطق بلقبها الغريب والمخيف قنديشة يجر اللعنة على ناطقها. فهل هي حقا امرأة حسناء؟ تتكلم الأسطورة عن امرأة حسناء تدعى عيش قنديشة، تفتن الرجال بجمالها وتستدرجهم إلى وكرها، حيث تمارس الجنس معهم، ومن ثم تقتلهم فتتغذى على لحومهم ودمائهم. إلا أنها تخاف من شيء واحد، وهو اشتعال النار أمامها. وفي إحدى القصص التي تدور حولها، يزعم أن عيش قنديشة اعترضت مرة سبيل رجال كانوا يسكنون القرى، فأوشكت على الإيقاع بهم من خلال فتنتها، إلا أنهم استطاعوا النجاة منها خلال قيامهم بحرق عمائمهم أمامها، وذلك بعد أن لاحظوا شيئا فيها يميزها عن بقية النساء، وهو أقدامها التي تشبه قوائم الجمل. إذن فالسبيل الوحيد للنجاة هو ضبط النفس ومفاجأتها بالنار، لأنها تعتبر نقطة ضعفها. ويصور التراث الشعبي المغربي عيشة قنديشة مرة على شكل ساحرة عجوز شمطاء وحاسدة، تقضي مجمل وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج، ومرة أخرى بشكل يشبه بغلة الروضة أو ما يعرف ببغلة المقبرة، فتبدو مثل امرأة فاتنة تخفي خلف ملابسها نهدين متدليين وقدمين تشبهان حوافر المعز أو الجمال أو البغال بحسب المناطق المغربية. وكل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها يتعرض لإغوائها، فينقاد خلفها فاقدا للإدراك إلا حيث مخبأها من دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهمه بلا رحمة بعد أن يضاجعها لتنطفئ نار جوعها الدائم للحم ودم البشر. وقائع تاريخية. عيشة قنديشة شخصية حقيقية، وهي امرأة تنحدر من الأندلس من عائلة موريسكية نبيلة. طردت عائلتها من هناك، عاشت وقد تعاونت مع الجيش المغربي آنذاك لمحاربة البرتغاليين الذين قتلوا أهلها، لما أظهرتهم من مهارات وشجاعة في القتال، حتى ظن البعض وعلى رأسهم البرتغاليون أنها ليست بشرا وإنما جنية. صنعت لنفسها مجدا واسما دائعا لدى المقاومين والمجاهدين وعامة المغاربة لما حاربت الاحتلال، واتخذت في ذلك مذهبا غريبا. كانت تقوم بإغراء جنود الحاميات الصليبية وتجرهم إلى حتفهم إلى الوديان والمستنقعات، حيث يتم ذبحهم بطريقة أرعبت المحتلين الأوروبيين. بحث بول باسكون وتوقفه الغامض. لا ينحصر تداول هذه الأسطورة في أوساط العامة، فقد كتب عالم الاجتماع المغربي الراحل بول باسكون عنها في كتابه أساطير ومعتقدات من المغرب، حيث يحكي كيف أن أستاذا أوروبيا للفلسفة في إحدى الجامعات المغربية كان يحضر بحثا حول عيش قنديشة، فوجد نفسه مضطرا إلى حرق كل ما كتبه حولها وإيقاف بحثه، ثم مغادرة المغرب بعدما تعرض لحوادث عدة غامضة ومتلاحقة. أساطير مشابهة. مما يثير الاستغراب وجود أساطير مشابهة للأسطورة عيش قنديشة،
في تراث شعوب أخرى مثل أسطورة أم الدويس في الخليج العربي، أسطورة ذات الفم المشقوق في اليابان، أسطورة الندهة في مصر. ولعل القاسم المشترك فيما بينها جميعا هو تلاقي عدد من القواسم المشتركة، مثل عنصر الإغواء الأنثوي، وعنصر الرغبة في القتل والجنس، وعنصر المكان الذي يكون عادة نائيا وخاليا، وعنصر الزمن عند حلول الظلام، وأيضا شيوع تلك الأساطير عند سكان القرى، وخصوصا في أزمنة لا يضيء السماء فيها إلا القمر قبل اختراع المصباح أو الكهرباء. كذلك تناولتها الروايات أو المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام. فيلم عن أسطورة مشابهة يستند إلى أسطورة عاشت عند سكان شمال أوروبا أو شعب الكافيانغ، تناولت بيوولف في عام 2007. ثم عرض فيلم بعنوان امرأة حسناء من جنس الشياطين تنجح في إغواء البطل بجمالها، حيث تعده بأنه يتمكن من إخضاع ممالك عديدة تحت حكمه، والنجاح في غزواته إن مارس معها الجنس. وهكذا نجحت في مسعاها وأنجبت منه تنينا لا يعرف عنه شيئا على مر السنوات، إلا أن أتى يوم ظهر فيه التنين ودمر مملكة أبيه بيوولف فأحرقها. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك على القناة